الحمد لله، يعني مبروك علينا جميعا كمنتخب مغربي كمنتخب عربي. نستحق أن نتواجد في النهائي. شكرا وليد، شكرا الطاقم التقني، شكرا اللاعبين، شكرا الجماهير، شكرا المسؤولين. وصولنا للنهائي يعني ثمرة مجهود كبير. الآن وصلنا للنهائي، إن شاء الله نتوجوا به. المباراة ما تكونش سهلة. إلى حين النهائي يعني من حقنا أننا نحتفل وأننا نفرح بهذا الإنجاز هذا. اللاعبين كانوا في المستوى العالي، الجماهير كانت في المستوى العالي، والكل يعني حتى المنتخب النيجيري يعني منتخب محترم كيف يصفق على الجماهير وكيف يحيي الجماهير، لأنه فعل يعني كل شيء، فعل كل شيء في هذه البطولة، وقدم مستويات عالية واحتراما لكرة القدم الإفريقية، فهو يهني الفريق اللي فايز يعني المنتخب المغربي، وهذا يعني تقدير منه لكرة القدم الإفريقية، يعني وصول المغرب وصول مستحق من جميع المناحي. شاهدنا على الملعب نيكست ستيب ذا فاينل، الخطوة المقبلة النهائي. دعونا نعيش معكم جزء من فرحة لاعبي المغرب بهذه. مدرب المنتخب المغربي كابتن وليد الركراكي بنجومه، لقطة تؤكد هذه ربما الأهمية لهذه المباراة، الألفة، الاتحاد، التكاتف بين نجوم المنتخب المغربي، مع معرفة الجميع لأن الضغط الذي وجه على هذا الرجل أكثر من أي شخص آخر في كل هذه البطولة. أولا مبروك للمنتخب المغربي يا ابني، تأهل مستحق، مبروك للكابتن جمال، مبروك للكابتن عزيز. الصراحة الولاد بذلوا مجهود كبير يا محمد. أنا عايز أشيد بالروح اللي موجود. فاضل على الحلو خطوة، فاضل على الحلو خطوة. فالنهارده بعد غياب 50 سنة توصل لنهائي البطولة، وده على ملعبك. كل مباراة بتكبر، كل مباراة بتبقى أصعب من اللي قبلها. فالنهارده كنت بتلاعب خصم عنيد. يمكن هذه مباريات كابتن اللي تحتار فيها من هو أفضل لاعب، صح، عيناوي ولا مزراوي ولا حكيمي ولا مين، كثير من نجوم في هذه المباراة. بس اديها البونو مدرسة. ده تصدي النهارده، شفنا تصدي غريب في ضربة الجزاء. صحيح، تصدي حارس مرمى يمشي على الخط وياخد الكرة ويشيلها كده في ضربة الجزاء. لا حركة مدرسة. الضفدع. لا مدرسة، ياسين بونو مدرسة. عشان تاخد بطولة لازم يبقى عندك حارس مرمى، حارس مرمى شخصية وتركيز وكرات عرضية ياخدها ويكلم المدافعين ويكلم لعيبة وسط الملعب. قائد بمعنى الكلمة وحارس مرمى بمعنى الكلمة. اما تيجي تشوط قدامه محمد ضربة جزاء تحسب 1000 حساب. هو في مدرسة الحراس كان يروح زاوية كل ضربة. هنا احتفال على طريقة المشجع الكونغولي. ايوه الجماهير المغربية. فالزاوية الأخيرة هو كان خد الزاوية العكسية، وأعتقد تصدي مميز. إنما زي ما بقول لك يا محمد، كل دور أو كل مباراة الفريق بيكبر. المنتخب المغربي النهارده سيطر وهيمن على خط الهجوم الجبار بالنسبة للمنتخب النيجيري. فعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني دي مباراة تليق بالكرة الأفريقية. شفنا منتخبين على أعلى مستوى فنيا وبدنيا. فمبروك للمغرب، وزي ما قلت فاضل على الحلو خطوة. مبروك يا حلو. مبروك كابتن. لا صراحة المنتخب المغربي نجح اليوم في العديد من الأمور. أولا أنه أطفأ هذا الفريق العتيد هو نيجيريا اللي كلها تخوف منه، ولا أحد كنا ننتظر هذه السيطرة اللي ممكن تكون المنتخب المغربي. صحيح ممكن نسيطر ولكن على فترات، ولكن لا تسيطرش طيلة المباراة وحتى الأشواط الإضافية. صراحة كما قلت لك، برافو للاعبين، برافو للجهاز الفني، برافو للجماهير اللي شجعت من أول دقيقة لآخر دقيقة. مهم جدا. لكن تدبير المباراة كان له دور أيضا في الحفاظ على النسق، تغييرات في الوقت المناسب. بعض اللاعبين، أنا لن أتكلم عن لاعب واحد، أتكلم على كل اللاعبين لأنه كلهم أدوا، كلهم كان اليوم مجهودات، تضحيات، ولا تتويج بدون تضحيات. إن شاء الله سوف يكملوا على هذا المنوال، لأن التضحيات لهذا الجمهور. الاحتفالات كانت منطقة مشجعين في الرباط، يمكن الجماهير اللي كانت حول الملعب وحاولت دخول الملعب مشاهدة المباراة أكبر بكثير من اللي حضروا وشاهدوا هذه المباراة. لا أكيد محمد،
الجمهور المغربي شغوف بكرة القدم، والدليل على ذلك أنه راح شجع تونس، شجع مصر، شجع كل المنتخبات، السنغال، شجع كل المنتخبات لأنه يحب كرة القدم. ومحمد تكلم على شيء مهم جدا، يعني وصول المغرب للمباراة النهائية وتتويج نجاح هذه البطولة تنظيميا. أكيد هذه هي الصورة أنه هو احتفال من البداية إلى النهاية، عرس رياضي. وأظن بأن المستوى العالي الفني اللي ظهرت به هذه البطولة صحيح شيء خرافي صراحة. هكذا إذا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء احتفالات الجماهير المغربية في العاصمة الفرنسية باريس في منطقة المشجعين. شاهدنا قبل ذلك احتفالات المشجعين كذلك في العاصمة المغربية الرباط، وأيضا شاهدنا احتفالات كبيرة بدأت ملعب المباراة مولاي عبد الله مع هذا التأهل التاريخي المنتخبي المغربي للمباراة النهائية، الموقع التي غاب عن المغاربة لنحو 21 سنة. دعونا ننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة لنحتفل معكم بمن ذهب إلى تغطية هذه المباراة ليشاهد هذه الملحمة التاريخية مع قائد هذا الفريق الكبير، مع السيد ركراكي إلى جانب مفيدي جي إن سبورتس هناك في ملعب المباراة. أمين تفضل أخي. شكرا لك محمد والزملاء في الاستوديو. ألف مبروك لكل الجماهير المغربية، ومعنا كما تتابعون مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، ألف مبروك، مباراة قوية صعبة مثل ما توقعتم. لا قوية، علاش نيجيريا عندهم فرقة كبيرة الصراحة. عجبونا اليوم، كان ماتش كان تقدر تكون لنا فينال، كنعرفوا هاد الماتشات كيتلعبوا في لي ديتاي. درنا كل شيء باش نماركيو في الماتش، نربحوا في الماتش. بحال في الاخر جوج فراكي كيستاهلوا نمشيو بالتعادل. علاش يا دو كرون زيكيب بحال في الاخر الحمد لله الله ما خايبناش. ديما كنقول الدراري ولا حتى النفس ديالهم حتى كل شيء والله ما يخيبهمش. وهذا الشيء اللي طرا بحال اليوم سيت ان كرون ماتش. بغيت نشكر الفرقه ديال نيجيريا اللي الصراحه كانت احسن فرقه في هذا التورنوا معنا. دونك دابا خصنا نفكروا على السنغال، غيكون بزاف د العيا، خصنا نريكوبيريو باش ان شاء الله نفرحوا هذا الشعب اللي يستاهل كاس افريقيا. منتخب نيجيريا كان اقوى هجوم 14 هدف. هل النجاح اليوم كان هو قطع خط الهجوم والامدادات اللي يمكن توصل من الوسط؟ كنا عارفين ولا حلينا بزاف. الفريق الكبير مع السيد ركراكي الى جانب مفيدي جي إن سبورتس هناك في ملعب المباراة. أمين تفضل أخي. شكرا لك محمد والزملاء في الاستوديو. ألف مبروك لكل الجماهير المغربية، ومعنا كما تتابعون مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، ألف مبروك، مباراة قوية صعبة مثل ما توقعتم. لا قوية، علاش نيجيريا عندهم فرقة كبيرة الصراحة. عجبونا اليوم، كان ماتش كان تقدر تكون لنا فينال، كنعرفوا هاد الماتشات كيتلعبوا في لي ديتاي. درنا كل شيء باش نماركيو في الماتش، نربحوا في الماتش. بحال في الاخر جوج فراكي كيستاهلوا نمشيو بالتعادل. علاش يا دو كرون زيكيب بحال في الاخر الحمد لله الله ما خايبناش. ديما كنقول الدراري ولا حتى النفس ديالهم حتى كل شيء والله ما يخيبهمش. وهذا الشيء اللي طرا بحال اليوم سيت ان كرون ماتش. بغيت نشكر